مساء الخير، مساء الحب، مساء المساواة بين الجميع. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج نحن الأمل. اليوم احنا كبشر الله خلقنا من ذكر وأنثى، يعني رجل ومرأة، وبالمجتمع عندنا عدة طبقات تأثر علينا. كل إنسان يعيش بطبقة معينة، كل ظرف، كل زمن، كل مكان يأثر علينا بطريقة. اليوم موضوعنا هو الجندر، وعادة الجندر كل إنسان يمارسه بحياته الطبيعية ويدخل بكل تفاصيل حياتنا. راح ندخل بالتفاصيل أكثر ويا ضيوفي الكرام، الناشطة المدنية ست عبير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيش. والناشط المدني محمد من قضاء حويجة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ست عبير، حابة توضحي لي شنو مصطلح الجندر؟ تمام. الجندر بصورة عامة هي أصلا نجي كمصطلح، هي كلمة إنجليزية منحدرة، أصلها هي من أصل لاتيني. ما لقوا فد مرادف كلش مضبوط إلى كلمة جندر بالإنجليزية، فتقريبا الشيء التقريبي إلى مصطلح الجندر هو التمييز الاجتماعي. فكتعريف للجندر إذا أريد نعرفه أنه هو الأنماط أو السلوكيات أو الأدوار الاجتماعية اللي يفرضها المجتمع على المرأة والرجل. وطبعا هو هذا يكون الجندر يكون متغير وقابل للتطور، ويختلف من ثقافة إلى أخرى ومن حضارة إلى أخرى. مو بس أيضا يختلف من ثقافة إلى أخرى، أيضا يتغير مع الزمن. بالفعل. يعني مثلا إذا أريد نعرفه للمشاهد أكثر كمصطلح جندر، مثلا هسه أنت حضرتك هنا كإعلامية، بالفعل صفتك الجندرية أو دورك الجندري كإعلامية، من أنت تروحين الغير بلد أكيد ما راح تلقين نفس الفرصة كإعلامية، يجوز راح تشتغلين أي شغلة ثانية غير الشغلة الإعلام. فهنا تغير الجندر اللي عندك. يعني أيضا التربية الاجتماعية والمجتمع والتربية هما العامل الأساسي اللي يحددون التكوين الأنوثي أو الذكوري للمجتمع. وإذا أريد نقول الجندر هو أيضا ما ينخلق من الولادة، إنما يتأثر بمجموعة عوامل، سواء كانت هاي العوامل بيئية اجتماعية كما ذكرت سابقا، على مود يتوضح أكثر للمجتمع بأنه هو شنو الجندر. زين هو نفس الجنس أم يختلف؟ لا، الجنس هو معناته الفروقات البيولوجية اللي هو أنثى وذكر. أما الجندر لا، هي الفروقات الاجتماعية اللي يفرض عليه المجتمع. وعلى مود توضيح أكثر للفرق بين الجنس والجندر أحب أستاذ محمد هو يوضح أكثر. حسب اللي فهمته أنه أكو فرق بين الجنس والجندر. الجنس يعني الإنسان أول ما يجي للدنيا، الله مثلا أول ما يجي للدنيا يكتبون أنه هو ذكر أو أنثى. أما الجندر أنه رجل ومرأة، يعني أكو أمور فرضوها على المرأة وأكو أمور فرضوها على الرجال. فأحب توضح لنا شنو الفروقات أكثر. أولا بالنسبة للجندر هو متغير. هذه أول الفروقات، أنه متغير حسب المكان والزمان اللي نعيش به. مثلا أكو عدة أمور، أولها أنه مثلا أنا المنطقة الفلانية تختلف عن المنطقة الأخرى. يعني بالنسبة للعادات والتقاليد والأمور الفارضة المجتمع علينا إحنا كشباب أو كنساء، يعني كرجل أو امرأة. بالنسبة للجنس هو عبارة عن صفات بيولوجية الله سبحانه وتعالى خلقها من الولادة. تعرف هذا أنه هذا الرجال هذا ذكر أو هذه أنثى من خلال أنه الله سبحانه وتعالى أنطى به صفات بيولوجية. مثلا خشونة الصوت هي تكون للرجل، مثلا النعومة بالصوت هي تكون للمرأة، الشعر الكثيف هو شعر الرأس الكثيف هو للذكر، للأنثى شعر اللحية للذكر. هذا صفات بيولوجية ما نقدر نغيرها. يعني سواء أنا كنت بهذه المحافظة أو محافظة أخرى أو بغير بلد آخر أنا ذكر، والأنثى كذلك نفس هذا الموضوع. بس بالنسبة للجندر لا، متغير حسب المناطقية. مثلا أنا ثقافتي
والمجتمع الامور الفارضها عليه المجتمع تختلف عن مثلا انا بكركوك يختلف عن ابو سليمانيه او ابو بغداد او حتى خارج البلد، يعني تختلف اكو ثقافتنا. اختلاف بزمن ومكان وظرف. نعم. بالاضافه الى هذا بالنسبه للمناطقيه، بالاضافه الى هو مثلا اني كطبيعه هو هذا ادوار وعلاقات يعني. بالفعل. اي يعني مثلا دور وعلاقتي بالمجتمع اني والامور الفارضه عليه بالمجتمع. مثلا هسه اعطيك مثال، مثلا اكو مراه كانت قبل هي قد تكون مهمشه بالبيت او انها ما لها دور بالبيت، فبعد فتره حدثت تغيرات جندريه انه صارت هي المسؤوله عن هذا البيت. فهذا الشيء اثر تاثيرا هو على تاثر العوامل والظروف، هو يتحول جندريه الانسان قد تكون في نفع او قد تكون في ضر حسب المناطقيه والعلاقات تمام. والتكيفات. انت كناشط مدني في قضاء حويجه، شنو التحديات اللي واجهتها؟ كناشط مدني في قضاء الحويجه في بدايه الامر كانت تحديات قويه يعني. مثلا احنا في حال نشتغل نشتغل توعيات على مواضيع الجندر، نقيم هذا بالمدارس، نشرح لهم عن هذا الموضوع. الناس كانت بالبدايه ما تعرف هذا الموضوع بالفعل. شنو هو. فكانت تحديات كبيره، اولها انه يقولون انتم جماعه النساء انتم تدافعون عن حقوق المراه، او انتم تريدون تسلطون المراه وتسوي لها سلطه اكبر، انه تدافعون عن حقها يعني وتمكنونها الرجل. ما وصلت لهم فكره الجندر، ما عرفوا معناه شنو، على مود هذا حكموا على هذا الشيء بهذا الكلمات. صح. خلينا نرجع لست عبير، انت كناشطه مدنيه شنو التحديات اللي واجهتيها؟ بحكم شغلي اللي اشتغلته سابقا اللي تعاملت وياه مع النازحين، اكو هوايه تحديات بالنسبه للنساء، بما انه هو شغلي كان فقط ويا النساء والبنات اللي هناك. يعني من تجي اول شيء انت تروحين كانه انت من مؤسسه على حقوق المراه، راسا راح يقول ها انت جايه تحررين المراه، انت جايه تطلعيها من القيم اللي احنا بانيها من سنين. ما دا يتوضح عندهم الفكره بانه لا، انا هنا مجرد انه انا بس اريد اعرفها او اخليها يكون عندها وعي لذاتها، تعرف ذاتها اكثر، تعرف الامكانيات اللي عندها، مو فقط الامكانيات اللي هي داخل المنزل، هي تقدر توصل الى ابعد من هذا، تقدر انه تصير دورها مو فقط كانجاب او كاجتماعي، دورها يصير كثقافي ايضا تقدر تصعد للسياسه همينه. بالفعل. نعم. تقدر تتحدث عن اكثر من النشاطات اللي موجوده، اللي يعني انت التحديات اللي واجهتك اكثر؟ بالنسبه لنشاطاتنا اللي نقيمها يعني خاصه من منطقه قضاء الحويجه، يعني بمحافظه كرك قضاء الحويجه، كانت داخل المدارس نعطي توعيات عن عده امور في فائده المجتمع، بالاضافه الى الجندر ننطي باماكن عامه مثل المستشفيات، بالدوائر الحكوميه، بالسوق، باي مكان ميداني، عملنا ميداني ضمن برنامج جمعيه الامل العراقيه. نشتغل على عده امور، منها زواج القاصرات، العنف الاسري، التحرش، المخدرات، هذه كلها امور بالمجتمع، وجايين نوعي الناس او نسوي جلسات حواريه حول هذا الموضوع. كانت تحديات عندنا اكثر بالبدايه، خاصه يعني الناس ما تعرف شنو هذا الموضوع. بالفعل. فكانت تحديات كبيره علينا احنا كاشخاص او كرجال، يقول انتم مثلا تنحازون للنساء اكثر. استاذ محمد، نعم، عن طريق الحوارات اللي انتم قدمتوها شفتوا تغيير؟ اكيد تغيير. احنا هسه التغيير الحاصل بهذا الوقت احسن من قبل سنه او احسن من قبل شهرين. يعني جاي الناس تفهم هذا الموضوع، جاي الناس شوي شوي تفهم الغايه، معنى الجندر. الغايه اللي يريد احنا نوصلها للمجتمع يعني. قاموا يفهمون انه هذا الشيء صح، انه هذا حتى قاموا شويه الاستماع صار اكثر، كون فهموا انه هذا الشيء هي مو شغله السلطه،
هذه شغله مساواه. يعني انا من احكي له على الجندر يقول انا ما كنت اعرف ان هذا الشيء. فمن احنا دائما نقول لهم حقوق مرأة، هو قبل يرجع ما حتى ما يستمع لنا. فبعدين اخذنا عده طرق انه نقول حقوق انسان، فبعدين نصل للحق مال المرأة ونشرح له. فما اول بالبدايات من نقول له حقوق مرأة يقول لنا انتم جاي تمكنون المرأة، بالفعل جاي انتم تريدون تسوي لها سلطة بداخل البيت، انها تقوم ما تسمع كلامي. واحنا على العكس نشتغل هذا الشيء، ما نشتغل هذا، بالعكس احنا جايين نشجعها انها في حال تكون قوية، تكون قوية، تكون تقدر تحمي نفسها، تقدر تشتغل. في اكو عدة ارامل ومطلقات بسبب البيئة وانه ما يخلونها تشتغل، هسه هي قاعدة وعندها عدة اطفال ما يقدرون ياكلون او شيء من وراء انه ما خلاها انطاها دورها رجلها انها تشتغل. يعني لو منطيها دورها انها تشتغل كان هسه هي واصله مرحله وما تحتاج اي شيء، تمشي بصوره اسهل واريح. اكيد. نعم. حابه اسالكم همينه، ما هي دور الحكومه لتمكين المراه؟ يعني بالنسبه اكو، بس مو ذاك الدعم اللي الكبير بحيث تمكن انه من المؤسسات اللي موجوده هنا بانه تدعمها بصوره صحيحه. يعني تحتاج دعم مادي اكثر، تحتاج الى تدريب اكثر، على مود هي همين بدورها تقدر توصل الى تمكن المراه بصوره صحيحه وتوصلها الى الهدف اللي هي تريده، اللي هي توصل الى المكانه الاقتصاديه للمراه اللي تحلم بها، وبدورها ايضا توصل الى مثل ما يقول كمصدر رزق لها ولعائلتها، او تعيل عائلتها اذا كانت هي المعيل الوحيد. شلون نعزز دور المراه؟ والله ست، من خلال تمكينها، من خلال اعطاء برامج دائم لها، من خلال ادخالها ورشات خاصه بالنساء، انه في حيث تمكينها انها ما تحتاج، حتى اذا كان مثلا زوجها فارق الحياه او كانت مطلقه او كانت يعني ارمله، ما تحتاج انه احد يدعمها، هي تدعم روحها. بالفعل. يعني الحكومه يحتاج انه الحكومه تعزز فرص، تعزز دورات، يعني تأهل هذول الشغلات لتكوين المرأة. يعني احنا نحتاج هذا الشيء، نحتاج بكل المناطق يعني، وبأي مكان نحتاج تعزيز بالنسبة للمرأة وتمكينها، يعني حتى يكون لها دور بالمجتمع. بعض الأمور والأدوار هي مهمشة يعني. هسه احنا عدة أمور أو عدة مكانات أو عدة مؤسسات حكومية جاي نلقى دور المرأة مهمش. بالنسبة للإدارة في قضاء حويجة، اي نعم، يعني تمكين المرأة ايش قد تغيرت من قبل 5 سنوات لحد هسه؟ من قبل 5 سنوات تقريبا كانت الحقوق شوي مهمشة، بس هسه بعد الناس اطلعت وطلعت بالتهجير. قد تكون التهجير به مساوئ وقد تكون به منافع. منها كان صعوبة أن البنية تدرس، تطلع تمارس حقها في التعليم حال أو أنها تطلع توظف تصير عندها وظيفة. هسه صار اختلفت المدارس كثيرة للبنات، موجودة عندنا موظفات داخل الدوائر الحكومية، صحيح قليلة بس إنما شنو تختلف من قبل 5 سنوات. بالنسبة للآباء شوية، أو الآباء أو العوائل شوية اختلف تفكيرهم أو نمط تفكيرهم عن الدراسة، أو يعني هنا حاولوا يعطون إن دور للبنت إنها تتعلم، وبالإضافة إلى الوظائف شوي قام تغير. يعني البنت قبل يعني هي كان يعني اختصاصها لو تروح تربية أما ما تروح صحة، هسه شوية لا، المجال صار أوسع قدام. أوسع صار. أنتم من خلال دوراتكم اللي تقدموها بقضاء حويجة، شنو هدفكم؟ شنو غايتكم منها؟ شنو تريدون توصلون؟ الهدف الأساسي وهو تعزيز المساواة، تعزيز الحقوق. يعني أكو حقوق مسلوبة خاصة المرأة، يعني أكو أمور عدة، يعني أبسط هو حقها بالتعليم، بالإضافة إلى حقها في الميراث. بالميراث أكو كثير ناس ما تعطيها ميراث، بينما هو موجود هذا كقانونا وكشرعا، موجود هذا الشيء. أكيد. أي، فالناس بسبب العادات والتقاليد اللي هم آخذينها
فهم يفرضون هذا الشيء بسبب عاداتهم وتقاليدهم. عادات وتقاليد ان المراه ما لها حق، او ان المراه اللي نريد نعززه انه يكون مساواه. بس اكو امور ما بها مساواه، لان هي خاصه. اكو امور خاصه احنا نقصد مساواه بالحقوق. اكو امور خاصه بالرجل ما تقدر المراه يعني تسويها. اكو امور خاصه بالنساء ما يقدرون الرجال يسوونها. فاحنا نقصد تعزيز الحقوق فقط يعني بالفعل. هذا الشيء، واعطائها دورها يعني. نريد انه يكون دورها بالمؤسسات الحكوميه، يكون دورها بالاداره. كثيره امور صار بالنسبه للمراه. لزمه ادارات مدارس او ادارات منتزهات كان دورها قوي حيل واقل فسادا يعني. تواجهكم هوايه مشاكل عن طريق هاي الدورات؟ والله بدايه الامر مشاكل. هسه شوي شوي جاي تقل. احنا شنو هالمشاكل؟ المشاكل مثل ما الانتقاد. يعني احنا نمشي بالشارع، ها جماعه النساء، او انه انتم تدافعون او انتم تطلقون النساء. صح. وهم ما فاهمين يعني مصطلح الجندر. صح. هذا السبب. يعني احنا اليوم شنو من خلال هاي برنامجنا نحب نعرفكم على كلمه الجندر، شنو مفهوم المساواه، وليس تحريض اي شخص على اخر. يعني اتمنى توضح لنا اكثر عن المشاكل حتى الناس يفهمون اكثر. المشاكل اللي هي موجوده دائما يعني واحنا نعاني منها يعني خاصه بالميدان. انه الناس ما تفهم قبل جاي تحكم على هذه الامور. اي مثل ما قلت انه احنا نمشي بالشارع يقولون يمشي يعني نمشي بالشارع نسمع كلمات او انتقادات من المجتمع، هم يوجهونها لنا هذا الانتقادات. بالاضافه الى من صديته؟ صديت هذا الشيء شلون يعني؟ من خلال ان ننطيه جلسه، فبعد الجلسه هو راح يستمع ويفهم الموضوع اكثر. بالفعل هو راح يتغير تلقائيا. يعني انا اكثر من جلسه قبل ما ابدي يعني هيك يلقى لنا كلام او يلقى لنا فد شيء يسبب انتقادات او فد شيء، بعد ما يستمع للجلسه ويكمل يعني يكون دوره مختلف تماما. يعني قبل فتره كان عندنا مشروع هو اسمه القدوه الذكوره. هذا القدوه الذكوره احنا شرحناه، يتقسم لعده جلسات. فشون يكون الذكر هو قائد انه يدافع عن حقوق المراه، او انه يفرض حقوق انها يساويها او ينطيها حقوقها ويمكنها. فكانت تقسم الى 6 جلسات. بدايه الجلسات اكو تغير كان بسيط، بس وصلنا لنهايه الجلسات اكو تغير ملحوظ. وبالاضافه الى اكو من موجودات يعني نساء كانوا يشتغلون ويانا يقولون انه هذا اخوها او اللي داخل معانا دوره صار عنده تغير، صار ينظر للمراه مو كانها آلة انها تشتغل بس فقط. بالفعل. اي استعبير. نعم. من منظورك تشوفين انه المراه تحتاج انه الحكومه تأهلها الفرص اكثر او الدعم اكثر؟ اكيد، لانه هي المراه هي مثل ما يقول نصف المجتمع. أكيد. والتمكين، احب اضيف على كلام استاذ يعني محمد. التمكين هو معناته انه تمكين المراه بالذات معناته هو السيطره او التحكم على حياتها الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه، وايضا حقها باتخاذ القرارات الحياتيه المصيريه المتعلقه بها، مثل كحقها باختيار شريك الحياه، حقها بالتعليم، حقها باخذ الاختصاص اللي هي حابه تدرسه. أكيد. ايضا حقها بالعمل بالجهه اللي هي حابه تشتغل به، مثل ما يقول ضمن ضوابط معينه. فاني من هنا امكن الحكومه من تنطيني دعم، اكيد راح يتنمى المجتمع. راح يكون مثل ما يقول ايد واحده ما تصفق. أكيد أنه هنا أنا مو هنا دعوة، دائما يفهمون كلمة تمكين المرأة بأنه هي دعوة للتمرد ضد الرجل. أكيد لا. أنا مثل ما قلت هي فقط أنه نعتبر المرأة ككائن مستقل إلى خصوصياتها وإلى الحق باتخاذ قراراتها المصيرية حال رجل.
وهذا يعني أكيد مو بس بالغرب موجود، هذا منذ القدم أصلا موجود، يعني منذ الإسلام موجود، حقها حالة رجل. فأنا من هنا أنا أنطيها حقوقها وأطلعها من مثل ما يقول المكان اللي هي بيه فقط، مو فقط في المنزل. أشوف إنه لها حق بالتدريب وبالمعرفة وتكتسب مهارات. هنا هي راح بالعكس تكون لها دور أكثر، تطور لي، وبالعكس راح تفيد المجتمع أكيد، وتنطي فشي نموذج خير للمجتمع. أكيد. من خلال نشاطاتك اللي قدمتيها شنو التحديات اللي واجهتك؟ أكيد هواية تحديات، يعني من ضمنها أنه البنية ما يصير تطلع من البيت، البنية ما يصير تتعرف على شغلات أكبر من عندها، البنية ما يصير تتعلم، إحنا ما عندنا بنات يتعلمون، يعني خوفا من أنه مثل ما قلت أنه لا، خوفا على مكانته، أنه لا أنه تصير هي المسيطرة بالمجتمع مثل ما ذكر أستاذ محمد. بالعكس أنا أقول إذا أنا أنطيتها المكانة وضمن ضوابط محددة، بالعكس أنه مثل ما يقول راح تكون سند للرجل. لأنه هواية أشوف أنه التحديات مثلا أكو القيم والمعايير الاجتماعية اللي تحكمها، التنشئة الأسرية، يعني يربون البلد مو مثل ما يربون البنية. هو هنا أول ما مثلا ينولدون الأطفال تشوفين يقولون هاي البنية مثلا من البنية تبكي عادي، الولد من لما يبكي لا أنت رجال ما يصير تبكي، يعلمونه من هو صغير. مو بس هاي، يعني مثلا يحطون اللون الوردي للبنات واللون السمائي أو الأزرق يلبس هذا اللون، يقولوا هاي شنو هذا لابس، هذا البنات يلبسوه. نعم هيجي هذا الشيء. بالعكس أنا إذا ما أخلي هاي، أنا أسوي تنشئة اجتماعية تكون سوية بين الولد والبنت، أكيد ما راح تظهر كل هاي التحديات اللي إحنا دا نشوفها هسه. أي حتى المشاكل مرات تخلق من هذا الشيء، يعني نعم. الإنسان مثلا أنا مثلا أريد أشتغل بمكان معين، يجون يقولون هذا الشيء مو إلك، هذا مو مكانتك، هذا مثلا أكثر شيء للرياجيل، مكانتك أنت 1 2 3. بس أنا بنفس الوقت إذا كنت بهذا المكان ما راح يتغير شيء أكيد. بس هو الطبقة اللي أنا مثلا كل إنسان بطبقته من يعيش مثلا يواجه يعني تأثيرات. أنتم من هذا يعني من خلال دوراتكم انه توعون الناس، هذا الشيء كلش مفيد. يعني اني عن نفسي كلش استفاد، واتمنى كل الناس من خلال هاي البرنامج كلش يعني يتابعون هذا البرنامج، لان كلش راح تغير حياتكم، راح تتعرفون على شغلات انتم من الممكن قبل ما سامعيها، راح تتعرفون على طبقات من الممكن انتم تتمنون توصلوا له من خلال هذا الحلقات، راح توصلون إلى وتوعون اللي حواليكم همينة. حابة تنطوني نبذة أخيرة يعني عن الجندر؟ أنا حابة أنطي أنه شنو إيجابيات المرأة من تبدي تعمل، أنه الأكثرية أنه دا نشوف هي ضد عمل المرأة، فقط أنه أيضا نطي بأنه أول شيء هي إذا كانت متزوجة هي راح تكون سند لزوجها، وراح مثل ما يقول ترفع من ثقل المصاريف المنزلية عليه. أيضا إذا كانت هي من عائلة فقيرة، إذا كانت هي بنت راح تكون هي المعين لأسرتها، وأيضا راح تثبت، راح يكون عندها كيان اجتماعي خاص، يعني تتغير شخصيتها نحو الأحسن. أستاذ محمد، اللي نضيفه أنه إحنا من خلقنا ذكر وأنثى أو مرأة ورجل بالنسبة للجندر. احنا اللي نريد نوصله للعالم او نريد نوصله للمجتمع، ترى مو هو انه فرض سيطره بالنسبه للرجل على المراه او فرض سيطره المراه على الرجل، لا، احنا نريد نعمل تفاهم والتودد بين الاسره، ونفعل الحوارات البناءه اللي تفيد الاسره، بحيث انه ما يصير مشاكل تاثر على الاطفال بعدين بمرور الوقت. وجاي نشوف احنا كمجتمع او احنا كناشطين مجتمعين او اشتغل اني بمجالي بجمعيه الامل، من نروح نزور المدارس ونشوف اطفال حالاتهم سيئه بسبب التعامل او التصرف اللي او المشاكل اللي موجوده بين الرجل والمراه داخل البيت، جاي نعاني منها وجاي يعانون منها اطفال. اكو اطفال مستواها الدراسي تغير،
كمستوى اخلاقي تغير من وراء انه ابوه وامه هم ما يعاملونه تعامل صحيح، او ما ينطونه كتربيه صحيحه، او انه يسمع المشاكل من ابوه وامه بيناتهم. هو كل بيت من لما يكون ما بيه مساواة يكون بيه مشاكل، وهاي المشاكل تأثر على أطفال، بالتالي يأثر على يعني هواية أشياء تتأثر بسبب هاي الشيء. صح. الموضوع الأساسي هو موضوع تركيز على موضوعنا هو الجندر، هو تعزيز المساواة. أنك المرأة ليست هي عاملة مثلا، أو نشوفها هي كآلة أو كأداة خدمة فقط، إنها لها دورها، لها الاحترام والاهتمام، كل هذه الأمور. وأن احنا ما نريد نعزز إنه نرجع على موضوعنا فرض السلطة، لا، احنا نريد ننطي حقوق، كل واحد ياخذ حقوقه بشكل متساوي، نريد تفاهم، نريد مودة بيناتهم. صحيح. والله شلون توازنون بهاي دورتكم، شلون توازنون بين المرأة والرجل؟ من أي ناحية؟ يعني من أنتم تجون يعني تريدون توازنون، مثلا الرجل يقول أنتم تتحرضون ويعني كذا، ما فاهمين الموضوع مثلا الجندر. احنا رأسا راح نبدي نقول له انه يعني احنا ابدا ما جايين مثلا مثل ما يقول يعني قصدي شلون توعون الرجل؟ هو شوفي، انا اتذكر بوحده من جلسات التوعيه اللي انا ذاك اللي سويتها، كان رجل هو قاعد بالجلسه مع عائلته وانا كنت موجوده، فرأسا انه هو يعني وجهه تغير، ملامحه تغيرت، بانه هاي جايه من حقوق المراه، يعني راح جايه تطلع وراح تفرض تخلي مرتي مثل ما يقول يطلع لها لسان وهيك شيء. بالفعل. بس من بديت احكي ومن بديت اقول بانه هي كائن مستقل حاله حال اي شخص، وانه من بديت اقول مثلا انه انت في حال انه زوجتك صار عندها ولاده، انه اكيد انت ما راح تدور على طبيب، راح تدور على طبيبه. بالفعل. او مثلا من زوجتك تتمرض، اكيد انت راح تدور على ممرضه. فاحنا نحتاج المراه بكل قطاعاتنا. هسه حتى بالتفتيش بالمؤسسات الحكوميه ايضا اكو قسم نسائي واكو قسم رجالي، فراح هنا راح يتوسع عنده. ترى يعني اكو مجتمعات حتى الرجل يكون ما اقول لك وانما مخدوع بكلمه بانه تسلط، فاحنا من تجين تحطين باله بالمكان الصح راح يفتهم بانه شيء، وراح بالعكس راح يكون متعاون وياك وهو اللي كيف. تشوف هذا الحالات اكثر بقضاء حويجه؟ والله بالنسبه لقضاء الحويجه هي بحالات كثيره، وقال بي شغلات الايجابيه وبي شغلات السلبيه. يعني اكثر الشغلات السلبيه بانه الناس هي عدم درايتها بهذا الموضوع. يعني انا دائما من نسولف اول ما نبدي بالجلسات، مثل ما نرجع على موضوعنا، اول ما نبدي بالجلسات نلاقي صعوبه انه او ناس تنفر من هذه الجلسه، فبدا الشرح شوي شوي ننطي، او اكو نوبات صيغه انه واحد انسان يتقبلك. اني من اقول له حقوق المراه قبل هو ما يسمع هذا الشيء. بينما اذا نجي نقول له حقوق الانسان ونسولف على امور وخاصه بالمخدرات او في شيء يستمع. من خلال هذا الموضوع احنا نرجع موضوعنا الاساسي وهو التنشئه الاسريه والحوارات البناءه ودورها بالاسره. دائما نسولف لهم نقول لهم بالنسبه للحوارات البناءه داخل الاسره شكلها مهم هي. يعني احنا لو كل فتره او كل اسبوع نخصص ساعه او كل يوميه 10 دقائق نخصصها نشرح الامور الاساسيه اللي مفيده للاسره. يعني مثلا اكو شباب وبنات يدخلون بشغلات هي ما يعرفون شنو هي، يدخلون بشغلات هي مو صحيحه او خارجه عن اراده المجتمع او غير اخلاقيه، بس هو ما يعرف، هو ما واعي هذا الشيء، ما حد معلمه. يعني اكو شباب احنا نلاقيهم هو داخل بشغلات مثلا يتحرش او انه يشرب شغلات محرمه، وهو بسبب انه شنو؟ قله الاهل، قله توعيه الاهل له انه هذه ترى هذا الشيء مو صحيح، ما منطينه. فاحنا دائما نجيب هذا الشيء من خلال التوعيات، نقول له انتم المفروض تخصص ساعه. والموضوع الاساسي اللي نشرع بالحوارات البناء نقول دائما البنت من تتعرض للتحرش هي تسكت، تخاف من الاهل انه يبطلونها من الدراسه
بسبب هذا الانسان البذيء اللي تحرش بها، صح. تخاف انه يبطلونها من الدراسه، فلا راح. فانه هذا الانسان من شافها مره مرتين سكتت، هي ما بداخلها هذا الشيء، هي خايفه، هي تريد انه ما يسمعون اهلها حتى ما يبطلونها من الدراسه، ولا تقدر ترد عليه لان اهله ما معلمين شلون ترد عليه. فشنو يلقاها عباره عن فريسه مره مرتين ثلاثه الا يتمادى. فاحنا اللي نطلبه من الاهالي انه اعلم بنتي شلون ترد بهيج مواقف. في حال الاعتداء، انه احد اعتدى عليه بالشارع بالسوق رايح على المدرسه، انه يكون عنده وسيله دفاع عن نفسه، يقدر يحكي مع المقابله، مو انه خليه يسكت وفي حال من القى المشكله قبل انا ارد عليه. اي صح. اذا كان اكو حوارات بين الاهل، ويعني مثل ما قلت يخصصون 10 دقائق باليوم او بالاسبوع ساعه، هذا الشيء يحفزهم انه مثلا ما يسكتون، يكون اكو لغه الحوار بيناتهم، اكو لغه التفاهم، واحد ما يضم عن واحد، يعرف اخبار الثاني من خلال هاي الحوار. بس لما ما يحجون ويسكتون وهم بتعاملهم يقولون هذا غلط وهذا كذا وهذا كذا، يولد خوف داخلهم، وهم يعني أطفال ما فاهمين. يعني هذا الدورات التوعوية كلش مهمة. ما يدخلون دورات توعوية، الأهل لازم يكون لهم دور. يعني كلش مهم هذا كلامك، أنه يخلون 10 دقائق باليوم لأطفالهم. اقعدوا احكوا 10 دقائق، خلوه اقروا بي كتاب. يعني هذا الشيء كلش مفيد أشوفه، كتاب عام، وليس هم يدرسون كتاب الدراسة يعني هذا واجبهم، ولكن الكتاب العام كلش مفيد. كلش أتشكركم، عاشت إيدكم. شكرا جزيلا. إذا عندكم شيء إضافية تحابين تضيفوه؟ شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا أستاذ محمد، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم لنا. أنا بس أحب أنطي فد شغلة، بأنه مكن المرأة أنه سواء كانت أخت أو زوجة أو أم، لأنه هي نصف المجتمع، وراح تفيدك ما راح تضرك. عاشت إيدك. بالنهاية حابة أقول أنه المرأة أخت، ابن، زوجة، ابنة، زوجة. حاولوا أنه تسوون فد شيء مشترك. يعني المرأة من تساعدك بشيء، هذا ليس أنه تحب هي تسلط عليك، لا بالعكس، هاي مساعدة، محبة. يعني من حبه إلك راح يسوي هذا الشيء، تساعدك بحياتك الاجتماعية، معنويا، ماديا، بكل النواحي. أتمنى استفاديتوا من حلقتنا، وإن شاء الله نرجع لكم بحلقة جديدة ومفيدة لكم، ونلتقيكم ومع السلامة.